اي للاسف الشرطة الإسبانية لقات على عصابة كتبيع في شواهد السكن، والطامة الكبرى على أن هاد 21 مهاجر غيضيعوا في ملف التسوية ديالهم وغيضيعوا في أوراق الإقامة. ولكن أنا اللي حمقني وخلاني بلا عقل اللي هي الطريقة باش حصلوهم. هاد الناس ما كيفكروش في المهاجرين، هاد الناس كيبغيو غير فلوس المهاجرين، والمشكله على ان هاد اللهفه اللي كتخليهم باش ينصبوا على المهاجرين هي اللي كطيحهم في الفخ، لدرجه ان دار ما كتفوتش 80 متر مدخلين فيها واحد العدد وواحد التسجيلات اللي مويل، لدرجه ان تار الانتباه ديال الشرطه ومشاو حقوا معاهم. لكن بخلاصه انا بغيت نوصل لكم الفكره، لان هاد الناس غادي يترفض لهم طلب التسويه، ممكن يتجمد لهم الملف ديالهم، ممكن استدعاء صاحب هذه شهاده سكن للتحقيق، ممكن الا كانت عنده الاقامه ممكن يتم الالغاء ديالها واصدار قرار بالطرد وعده اشياء. تقول لي اش كتقول الحليمي؟ هادشي على حساب المواد والمساطر القانونيه وعلى حساب الجريده اللي حطات لي، لانهم متابعين عصابه. وهادشي اللي كنصح به من الاول وكنوجه الناس وكنقول لهم شوفوا الاخوان بعدوا من هاد الناس، راه شهاده سكن راه ماشي ضروري الا خلصتي راك في امان، راه ممكن هاد الناس هادو راه كيدخلوا الالاف ديال المهاجرين الطبخه وهذا الشيء كيتنتبه. على اين الاخوان بدون اطاله اجي نشوفوا الطامه الكبرى واجي نعطيو بعض النصائح، لان هناك متابعات قانونيه. لاننا قال لك بدأت القضية عندما لاحظت الشرطة الإسبانية وجود تحركات غير طبيعية داخل سجلات السكن البلدي. يعني تحركات مشبوهه. شنو معنيش التحركات؟ دخل هذا خرج هذا، دخل هذا خرج هذا، دخل هاد الناس، وما العلم على ان هاد الكانتيدات ديال هاد المهاجرين او هاد العدد ديال المهاجرين اللي حاطين في هاد السكن ما كيتسعش اصلا في هاد المتروات اللي في هاد الدار. كيف يعقل؟ اذا هنا كيبين لك على ان هاد الناس ما على بالهمش بيكم. وهادشي فاش كنصحوا به وكل الحليمي وغادي نديروها وفيما لقينا وهما هاد الناس خلصوها غاليه. واش تبغي دابا انت تكون دافع للتسويه وترفض لك، ولا هاد الناس طرا ليهم؟ اسمع هنا قال لك حيث كانت بعض المنازل تستقبل اعداد كبيره من المسجلين خلال فترات قصيره جدا. يعني تخيل معايا كتجيب واحد كميه مهوله من المهاجرين ما بيناش سيمانه جوج ثلاثه دخل، سيمانه جوج ثلاثه دخل. اذا هذا الشيء كيسبب واحد الكارثه اللي عويصه اذا صح التعبير، عويصه انا غنسميها دمار شامل. اسمع هنا قال لك رغم ان تلك المنازل الصغيره لا تتسع لهذا العدد من الاشخاص، وبعد التحقيقات استمرت اشهر تم كشف عن شبكه منظمه كانت تستهدف المهاجرين في وضعيه غير قانونيه وخصوصا من اصول مغربيه. اذا هاد الناس هادو كيجيبوا المغاربه كيدخلوهم بواحد الطريقه اللي وحشيه وكياخذوا منهم غير فلوسهم. اذا انت فاش كيشوفك واحد الشخص كيشوفك 500 الاورو ما كيشوفكش على انك راه هاك شهاده سكن وسير دبر على راسك، لا كيشوفك انت كارقام فلوس عمله. ان هنا قال لك وتعرض عليهم تسجيلات سكن وهميه بهدف استعمالها في ملفات التسويه والاقامه ديال الرايغو. لان هاد الناس هاد 21 كاملين دافعين للتسويه ودافعين للرايغو. علاش قال لك التسويه الرايغو؟ لان مشاو شافوا التحقيقات ولقاو هاد شواهد سكن دافعين بها المكتب الهجره. لكن الخطير في القضيه ليس فقط وجود تسجيل وهمي، بل نتائج كارثيه التي قد يتعرض لها المهاجر بعد اكتشاف الامر. فالكثير من الاشخاص يعتقدون على ان حصول البادرون باي طريقه قد يساعدهم على استخراج اوراق الاقامه، وهذا الشيء اللي طار. شحال ما تقولك صافي عندي شهاده سكن امشي ندفع الرايغو ولا التسويه وغادي، ولكن هذا ماشي منطقي. لان هنا قال لك غير ان القانون الاسباني يعتبر ادلاء ببيانات سكن غير صحيحه نوعا ما مثلا مثل التزوير الاداري قد يؤدي الى فتح تحقيق رسمي ضد الشخص والغاء اي ملف تسويه المرتبط بتلك الوثائق. بمعنى هاد 21 شخص كاملين غادي تلغى لهم الملف ديالهم، كاملين غيحيدوا لهم ورقاتهم كاملين. يعني واخا يكون عندك ورق في التبدال غادي تجمد الملف ديالك. لان هنا قال لك وفي حالات كثيره اذا اكتشفت الاداره الهجره ان ملف التسويه الجماعيه او ملف الرايغو مبني على عنوان غير حقيقي او سكن وهمي كما طرى لهاد الناس، فقد يتم رفض طلب التسويه بالكامل، تجميد ملف اداري، استدعاء صاحبه للتحقيق والغاء الاقامه اذا كان قد حصل عليها سابقا، وثم سحب بطاقه الاقامه والعمل، ومع اصدار قرار بالطرد من اسبانيا في بعض الحالات الخطيره، وادراج الشخص ضمن الملفات المراقبه الخاصه بالهجره والتزوير. وهذا الشيء كله بسبب دفعتي فلوسك لاش لواحد الشخص يعني دار لك شهاده السكن، وهذا الشخص هذا كيتاجر في عباد الله. شوف شنو طرا لهاد الناس، ملفات جمدات، يعني استدعاءات، الغاء اقامه، ومالي عليها اخويا. والطامه الكبرى قال لك هنايا وتزداد الخطوره عندما تدخل القضيه في اطار التزوير في الوثائق الرسميه اللي مخولها لك الدوله بالمجان.
اللي تقدر ديرها انت بالمجان كونك كمهاجر داخل وكتزور فيها، لان العقوبات حينها قد تتحول من مجرد غرامه ماليه الى قضيه جنائيه قد تصل الى السجن. ولكن هاد المهاجرين باش نكونوا واضحين ممكن ما يتعرضوش للسجن، ولكن بعض الحالات الا كان هذاك السيد امبادرونا وجاب صاحبه تا واخد عليه فلوس ومثلا قال له دخلوا ب 400 وارى لي ديك ال 100 مثلا عطيها لي انا، المهم درتي معاه مثلا واحد النيغوسيو راه كتدخل فيها. وهادشي الا كان اثباتات بطبيعه الحال ودلائل انت تمشي. شحال ما تقول ندبر على راسي تقول لك جيب لي شي واحد في شهاده السكن ندخلو ونعطيك 100 اورو، وهادشي حنا راه عارفينه كاين. تقول لك شحال ديرها لي 500 خذ انت 100 وانا اعطيني 400، وهادشي راه كاين. وفعلا هاد الناس حتى هما كيدخلوا معاهم وكيتحسبوا حتى هما سماسريه. ان هنا قال لك خاصة إذا ثبت وجود شبكة منظمة أو وثائق مزيفة أو تصريحات كاذبة أمام الإدارة الإسبانية. وقد أشارت التحقيقات إلى أن بعض المنازل كانت تستعمل فقط لاستقبال الرسائل الرسمية الخاصة بالإقامة والمساعدة الاجتماعية والخدمات الصحية، رغم أن أصحاب الملفات لا يعيشوا فيها أصلا. هنا كتدخل في واحد المسائل اللي قانونيه خطيره وممكن تمشي جنايات وماشي جنحه. لان انا قال لك من اخطر التحديات التي يواجهها المهاجر هي مثل هذه القضايا، لان الاداره الاسبانيه اصبحت اكثر تشددا في مراجعات الملفات التسويه، خصوصا بعد انتشار شبكات امبادرونامينتو فراودولينتو. يعني شنو بغا يقول لك؟ على ان البادرون ما بقاش كما كان وبوحدو كافي للاثباتات. داكشي اللي زادوا معاه عده اجراءات بسبب هادشي، لان باش تستقر هنايا تقول جبنا عقود كراء، جبنا تحويلات، سجلات دراسه، علاجات، وهادشي كله بسبب هاد السماسريه وبسبب هاد النصابه. اذا الاخوان بخلاصه باش نساليو هذا الفيديو، انا شفت راسي طولت عليكم مزيان بغيت نشرح فيه عده اجراءات. شوف الاخوان هادشي بعدوا منه وبعدوا من التزوير باش ما يتنصبش عليكم، لان الا خلصتي فلوسك راك تقدر تمشي لجهنم. انا نسميها انا بهادشي بجانب، لانك راك كتبقى مراقب محال واش دير وريقاتك، وهادشي كيتطلب الكثير. وراه الفيديو راه واصل وراه الرساله باينه. سلام.